السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة وأخبار جديدة عن نادي الهلال والمستجدات داخل نادي الهلال. في حلقة اليوم هنتكلم عن المدير الرياضي ريتشارد هوس، هنتكلم أيضا عن المدير الفني إنزاجي وبقائه مع نادي الهلال، هنتكلم أيضا عن صفقات نادي الهلال وكل حاجة عن نادي الهلال والمستجدات. إن شاء الله تلاقيها كل حاجة موجودة في فيديو اليوم. أول حاجة يا صديقي العزيز، عطر فمك بذكر الله وصلي على الحبيب قلبك يتي صلى الله عليه وسلم. كل الناس الجميلة من جمهور نادي الهلال اللي تشوف الفيديو بتضرب لايك يا جميل منك واشتراك في القناة. بينا يا كابتن نطير إلى التفاصيل. المدير الفني إنزاجي مستمر مع نادي الهلال حتى نهاية عقده. إيه السبب؟ بقول لك ارتفاع قيمة انهاء عقده. يعني لو نادي الهلال قال لك خلاص انزاجي يرحل الان، نادي الهلال هيضطر ان هو يدفع مستحقات عقده الموسم الجديد اللي هي 26 مليون يورو. فده السبب الرئيسي، ده السبب الرئيسي على حسب كلام المتداول حاليا. تمام. ريتشارد هوس المدير الرياضي، الاعلان تم الاعلان عن التعاقد مع الاداره الرياضيه، لن يكون متواجد حتى شهر سبتمبر بسبب تعاقد، بسبب ان هو متعاقد مع ليفربول فما ينفعش يسيبه قبل شهر 9. تمام. الحقيقة ان ريتشارد هوس هو اللي ماسك المدير الرياضي لليفربول. هنا اكلمك عن المدير الرياضي وليه نادي الهلال متمسك بيه بالشكل ده وبالطريقة دي هنا، ونتكلم على النقطة دي بالتحديد. تم تعيينه يوم 20/3/24 لقيادة ليفربول بداية من موسم 24/25. المدير الرياضي طبعا كان مايكل ادويرز، كان هو المدير الرياضي لنادي ليفربول من 2016 او 2017 لغايه 24، والحقيقه حقق ارقام تاريخيه وارقام تعجيزيه. فاز بدوري ابطال اوروبا وفاز بكاس العالم والدوري وكل حاجه. مايكل ادويرز مع يورجن كلوب ومحمد صلاح وفان دايك واللعيبه دي كلها. تمام. جه موسم 24/25 الاداره هناك، اداره ليفربول قررت تعيين مايكل ادويرز ان هو يكون المدير التنفيذي. هنا مايكل ادويرز جاب ريتشارد هوس عشان يقوم بالمهام بتاعته كمدير رياضي. تمام. لما نيجي نبص على ريتشارد هوس، هو مواليد 1979. مسيرته الكروية كان بيلعب في بورنموث الإنجليزي لمدة 10 سنوات، لم يكن لاعب سوبر، وأيضا ما لعبش مع منتخب اسكتلندا غير 5 مباريات فقط. بدأ مسيرته مع بورنموث عام 2016 عندما تولى منصب مدير رياضي. قاد مع الفريق، يعني نجح ان هو يصعد للدوري الممتاز مرتين. بعد نهاية حقبة يورجن كلوب في نادي ليفربول تم تعيين ريتشارد هوس كمدير الرياضي. طيب ايه الارقام وايه اللي مخلي نادي الهلال متمسك بيه بالشكل ده؟ هو كل اللي حققه ان هو حقق بطولة الدوري مع ليفربول، حقق بطولة الدوري مع ليفربول، بس هو ده اللي حققه. تمام. عشان كده والكاس، بس ده اللي حققه. عشان كده نادي الهلال متمسك بيه بالطريقه دي. حاجه غريبه جدا، طبعا حاجه غريبه جدا ان ريتشارد هوس ده، ان نادي الهلال بنتكلم عليه من الصيف الماضي، يعني قبل الموسم ده، من الموسم الماضي. اول ما جابوا انزاجي قال لك ريتشارد هوس، اول حاجه قال لك مايكل ادويرز، وبعد كده قال لك ريتشارد هوس، واكتر من 5 مدربين رياضيين. النهارده بتيجي تتكلم بيقول لك ان لسه لو تم الموافقه عليه. طبعا اداره نادي الهلال اجتمعت عقدت اجتماعات خلال الايام الماضيه دي مع المدير الرياضي ريتشارد هوس، وتم الاتفاق على كل شيء. ايضا حصل اجتماع مع انزاجي لوضع استراتيجية للفريق للموسم الجديد ومناقشة احتياجات الفريق الفنية خلال الصيف وسط استمرار المدير الفني الإيطالي. وده اللي أكده حمد الصويلحي المقرب من نادي الهلال. تمام. ده بالنسبة للمدير الرياضي.
حقيقة من وجهة نظري المتواضعة جدا إن ريتشاروز لو هيبدأ الموسم مع نادي الهلال يبقى شيء جيد جدا، إنما لو استنى لشهر 9 ممكن هو لأسباب تعاقدية، ولكن هو ممكن يكون كل حاجة هو اللي هيخلصها وكل حاجة تكون تحت إيديه، ولو لشهر 9 مفيش مشكلة، لو هو اللي هيكون متحكم في كل حاجة، هو اللي هيجيب الصفقات، هو اللي هيجلب كل شيء، مفيش أي مشكلة خالص، مفيش أي حاجة خالص. تمام. هنشوف طبعا خلال الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل وايه اللي هيكون لو ريتشاروز مسك. هو واضح كده ان في توافق على انزاجي، واضح ان الاداره اتكلمت مع ريتشاروز بسبب انزاجي، واضح ان في توافق كبير جدا على بقاء انزاجي مع نادي الهلال. ده اللي هنشوفه خلال الايام القادمه، ده اللي هنشوفه ان شاء الله خلال الايام القادمه. هنشوف رافينيا نجم نادي برشلونة. موقع متروبوليس البرازيلي أكد أن رافينيا قد يغادر معسكر المنتخب البرازيل بأسباب شخصية بعدما فشل النجم البرازيلي في حل بعض المشكلات التي يمر بها خارج المستطيل الأخضر. تمام. كلام كتير جدا على رافينيا، هيجي نادي الهلال وهينتقل لنادي الهلال. تمام. هيجي مش هيجي، كلام كتير جدا، ولكن رافينيا هو حاليا دلوقتي مصاب مع المنتخب البرازيلي، عنده إصابة في الفخذ، بس في العضلات بتاعة الفخذ. هنشوف بقى فعلا هيجي نادي الهلال. لو جه نادي الهلال هو إضافة قوية جدا، إضافة قوية جدا. هنشوف بقى إيه اللي هيحصل. محمد العويس يقترب من نادي الدرعية. طبعا نجم نادي الهلال السابق ونجم المنتخب السعودي محمد العويس قريب جدا من التعاقد مع نادي الدرعية، طبعا في ظل اتفاق مبدئي بين الدرعية وبين محمد العويس. طبعا كلنا عارفين ان العويس راح من نادي الهلال الى نادي العلا، كان فري، راح لمدة موسم، راح تعاقد معاهم لمدة موسم وعقده انتهى. هو دلوقتي بيشارك مع المنتخب السعودي، هينضم بقى للدرعية، هينضم لأي نادي تاني، ده كل حاجة هنشوفها خلال الساعات والأيام اللي جاية. ولكن محمد العويس من وجهة نظر حارس جيد جدا جدا. نادي الهلال محتاج حارس محلي بإمكانيات محمد العويس، حارس دولي لا قدر الله يسيب بونه إصابة، إنذار، إيقاف، كاني ماني، يبقى أنا عندي الحارس الجيد اللي يقدر يوقف مكان ياسين بونو. امشي الحارس الفرنسي اللي انا جماعتي وبليه، امشي واستفيد بمكانه بلاعب يقدر يقدم لي الاضافه، سواء في مركز الظهير سواء في مركز قلب الدفاع. مهم جدا الحاجات دي نادي الهلال يعملها خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الهلال والجمهور نادي الهلال. دي حلقه اليوم ودي اخبار اليوم. بشكركم يا جماعه شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.